والاجمل الفكره دي مش محتاجه ادوات ولا فلوس ولا ظروف معينه. قرار، حرفيا كل اللي انت محتاجه هو قرار من جواك انك مش هتسيب يومك يعدي على الفاضي. واللي بيبدا بنو زيرو دايز بيلاقي نفسه بعد فتره بيعمل حاجات عمره ما كان متخيل انه هيعملها، مش لانه خارق بس لانه فضل يتحرك. خلينا نكون واقعين شويه. لما تسمع لازم تعمل حاجه كل يوم، اول حاجه هتقولها اصلا مش فاضي، مش بعرف التزم، بكسل، كل ما ابدا ببطل. وعشان كده هنكسرها حته حته ونشوف ازاي ممكن نطبق مبدا فكره نو زيرو دايز في كل جانب من جوانب حياتنا ببساطه وبشكل يناسبك انت. خلينا بقى ناخد كل جانب من جوانب حياتنا. ازاي تطبق نو زيرو دايز في الشغل او الدراسه؟ فاكر اليوم اللي كنت بتقعد تبص للمذاكره او للشغل وتقول هبدا بكره؟ بكره ده بقى بيتكرر كل يوم وبيتحول لشهر كامل ضايع. الحل، ابدا بحاجه بسيطه، اقرا فقره واحده، ابعت ايميل واحد، نظم فولدر على جهازك، راجع جزء بس حتى من مذكراتك القديمه. المهم تبعت رساله لعقلك انا اتحركت النهارده. كل خطوه صغيره بتفتح الطريق لقدام. طب ازاي تطبق نو زيرو دايز في تطوير نفسك؟ حلمك انك تطور من نفسك، تبقى احسن نسخه من نفسك، يبقى لازم تبطل تستنى الظروف. ممكن تبدا انك تسمع بودكاست مفيد 10 دقائق، تكتب افكارك في ورقه، تتفرج على فيديو بيعلمك حاجه جديده، تمارس تمارين تنفس وتامل حتى لمده 5 دقائق في اليوم. ده كده اسمه نو زيرو داي. حاجه بسيطه بس بتبني عاده التغيير جواك. ازاي تبدا نو زيرو دايز في علاقتك بنفسك الداخليه؟ في ناس عمرهم ما قعدوا مع نفسهم ولا حتى سأل نفسه انا حاسس بايه او انا نفسي في ايه. مبدا نو زيرو دايز هنا معناه تكتب لنفسك رساله حتى لو بسيطه جدا، تخرج تتمشى لوحدك، تفضفض لنفسك حتى بصوت عالي، تقلل الضغط على نفسك، ترحم نفسك شويه لان الحياه يا صديقي صعبه بما فيه الكفايه، فمش هتبقى انت والحياه على نفسك. اليوم اللي بتفهم فيه نفسك حتى بنسبه 1% مش يوم ضايع. ازاي تطبق نو زيرو دايز في علاقتك بالناس؟ عندك حد مضايقك او حد بقالك كتير ما كلمتوش، اعمل حاجه واحده بس، ابعت له رساله، افتح موضوع صغير، اساله عامل ايه، حتى سامح من جواك حتى لو مش هتتكلم معاه. الخطوات الصغيره دي بتصلح اللي بيبوظ كل يوم، وممكن يبقى في فرصه كل حاجه تتصلح في وقت ما. طب ازاي تطبق نو زيرو دايز في صحتك؟ دي من اكتر الحاجات اللي بنكسل فيها. بنقول الدايت صعب، الجيم مش وقته، لكن نو زيرو دايز هنا معناها انك تشرب كوبايه ميه زياده كل يوم، تطلع سلالم بدل الاسانسير، تمشي لو حتى 10 دقايق، تاكل وجبه صحيحه بدل الفاست فود، تعمل تمرين ضغط واحد. مش لازم تصلح كل حاجه بس لازم تبعت لجسمك رساله انك موجود وبتهتم بيه. في الاخر مفيش مجال من حياتك ما ينفعش تديله حاجه ولو حاجه صغيره قوي، بس خلي بالك المعنى مش انك تبقى مثالي، المعنى انك تبقى مستمر حتى لو بأضعف الايمان.